مساء الانوار البنات، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير ومرحبا بكم في القناه. مرحبا بالمتتبعات اللي بحال دخلوا معنا جداد. الوصفه تاع اليوم خبيزات شهوه، منهم بدقيق القمح وزيت الزيتون والزعتر والزيتون الاسود، تيجيو من ألذ ما يكون. انا متاكده الا جربتيهم عمرهم ما يخطوك من الدار. لوجبه الفطور ولا الكوتي تيجيو من ألذ ما يكون البنات، وصحيا وراه تيعجبوا الكبار والصغار. ونخليكم ان شاء الله مع المقادير ومع طريقه التحضير. وما تنسوش البنات، ناكد عليكم جربوا لي هاد الخبيزات، راه ساهلين في التحضير. وما تنسوش بارطاجيو الفيديو وتخليو لي لايك وتعطوني الاراء ديالكم. بالنسبه هنايا للمقادير غادي نحتاج واحد زلافه ديال دقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو، يعني بالحمراء، ماشي ديك النخاله الغليظه، يكون بالنخاله يعني الحمراء. غادي ندير هنايا زلافه ديال نص زلافه ديال الفينو، وعندي الزيتون على حساب الكميه على حساب الرغبه. انا درت هنايا تقريبا واحد 3 4 المعالق، ومعلقه صغيره عامره ديال الزعتره، وتكوني منقياها من قبل، وجوج معالق ديال زيت الزيتون يكونوا عامرين مزيان. وعندي هنايا معلقه صغيره الملح ما عامراش، والخميره معجنه. بالنسبه للكميه ديال الفينو البنات، انا درت نص زلافه، ونص زلافه غادي نديرها دقيق الابيض كما غتشوفوا معايا. انا غنعبرها قدامكم باش نكملوا جوج زلايف ديال الدقيق. بغيتو تستغناو على دقيق الفورس استغناو عليه. كما تشوفوا انايا درتها انا في العجانه كنت مستعملها من قبل. بغيتو تعجنوا بيديكم عجنوا، ما كاين حتى اشكال. غنضيف الملحه، غندير الخميره هنايا البنات تقريبا واحد المعلقه ونص ديال الخميره. كما تعرفوا راه الحال بدا تيبرد، وسبحان الله انا هاد الخميره هذه هي معتقده ديال الاخرى، ما عنديش مع الخميره المكسكسه تكون احسن، ولا في التخمير الخبز ما تكونش فيه الريحه. كما تشوفوا معايا انا درت الدقيق القمح، ودرت الفينو، ودرت دقيق الفورس، ودرت الملحه، ودرت الخميره. وغادي ندير الماء دافي باش غنجمع العجينه خاصني نجمع البنات وما تكونش جاريه. علاش؟ حيت باقي بغيت نزيد زيت الزيتون. وبالنسبه للكميه ديال زيت الزيتون ممكن تستعملوا حتى 3 المعالق على حسب الرغبه. الا بغيتوا المذاق ديال زيت الزيتون يجي باين في الخبز نديروا حتى 3 المعالق. كما تشوفوا هنايا العجينه راه تجمعات وراه باقا شويه قاسحه. انا تعمدت نخليها قاسحه البنات. علاش؟ حيت غادي نضيف زيت الزيتون والزيتون، حيت الزيتون حتى هو تيرخي شويه الماء، يعني ضروري غادي نديرو. هنايا درت الزعتره عفوا الزعتر اللي تتكون الورقه ديالو عريضه، هذيك هي الزعتر. وحاولت شللته بميها كما تشوفوا باش نتجنبوا هذا. ممكن البنات اللي بغى يدير اليازير يديروا، ولكن الزعتر تيجي مواتي مع الزيتون ومع دقيق القمح. كما تشوفوا هنايا درت هذيك المعلقه شللتها ودرتها. وغادي ندير الكميه ديال زيت الزيتون تقريبا ما بين 3 المعالق حتى ل4، ومقطعاه كما كتشوفوا. بالنسبه للاخوات، كاينين بعض الاخوات اللي ما تيبغوش العجينه، هي راه العجينه واحد شويه على حساب. لا كان الزيتون شويه طايب راه العجينه بحال تتبدا تتكحل شويه. اللي ما بغاش تكحل يعجنها بالزيت والزعتره، ويخلي الزيتون حتى الاخر حاجه ويدخلوه بيديه في العجينه. انا عندي هذا ما تيطلقش هذيك الكحوليه تاع الزيتون مع داك اللي تيكون شويه مجعوب من الوسط. هذاك الشيء علاش عجنته. يعني راه كاين شي بعد النوبات انا ملي تيكون عندي الاخر وتنقطعو تكون فيه العلفه، راه العجينه تغمق ليها اللون، ولكن راه تجي حلوه البنات. هنايا البنات غادي نغطي العجينه وغادي نخليها حتى تخمر مزيان، وغادي ندهن سطح العمل باش غادي نقسمهم على حساب الرغبه، على حساب الحجم اللي بغيت. ممكن ديريهم كبار، ممكن ديريهم صغار. انا تنديرهم متوسطين باش كل واحد تيفطر بوحيده. صافي تتهناي وتيجيو حلوين حتى في المنظر. ممكن تقسميهم حتى على حساب على 12 وحيده على حساب الكميه اللي بغيتي. انا درتهم على 12 وحده، عفوا على 9. غنقسمهم على 9. وانتيا ممكن على حساب الرغبه كما قلت لكم. بغيتيهم متوسطين ديريهم بحالي، بغيتيهم يجيو كبار غادي تقسمي العجينه على حساب الرغبه اللي بغيتي. انا كما قلت لكم قسمتهم على 4. هنايا كما شفتوا مع العجينه واخا هكا ما تلصقش، وخصوصا مع دايره واحد شويه ديال الدقيق ديال زيت المائده كما تشوفوا. دابا غادي نستعن بشويه ديال الدقيق الابيض.
وممكن تقرصوهم حتى بالنخاله. الا بغيتي تمشيو في اطار الصحي تقرصوهم حتى بالنخاله. حنايا وبغينا نعطيو شويه المنظر. كما تتعرفوا راه العين تتاكل قبل من الفم. كما تتشوفوا من بعد ما سالوا لبهم تنحاول انني نغطس لهم الوجيه ديالهم في الدقيق باش يجي عاطي هذاك المنظر ملي تيطيبوا. كاين اللي تيغطسهم في الماء عادي ديال الدقيق، ولكن تيهزوا واحد الكميه كبيره ديال الدقيق. انا داكشي علاش ما كنديرش لهم الماء نهائيا. تنبغي ديك الدقيق يكون شويه ديال هي من الفوق، يكون مشهبينهم من الفوق كما كتشوفوا. هنايا البنات من بعد ما درتهم في اللاطه هبطتهم بيدي واحد شويه باش ما يجيونيش تاني ثقال، وغادي ندير فيهم كشكل عمليه زائد كما كتشوفوا، باش منين تيخمروا ما كيطرطقوش لينا، وفي نفس الوقت لا خليناهم تخمروا راه غادي يهبطوا لينا في الخموريه. هذاك الشيء علاش غادي ندير فيهم هاد العمليه زائد قبل ما يخمروا. وهذا هو الشكل ديالهم البنات من بعد ما خمروا. غادي ندخلهم الفران على درجه الحراره بحال كي تنطيب الخبز تاع الدار 220، ونتلاقاو ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي البنات تاع الخبيزات. تيجيو منفوخين، تيجيو شهوه منهم مرطبين، والمهم انهم لذاذ وخصوصا الا كلتوهم سخان. انا تنسخنهم قبل ما بغينا نفطروا بهم تنسخنهم، وكما تتشوفوا راه تيجيو حمرين وما مستعملاش السكر نهائيا. وانتم لو تديروا واحد المعلقه ديروهم، ولكن من الاحسن ما ديروهمش تيحمرهم هي داك الزيت. وهنا غنقسم لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. راه تيجي تبارك الله داكشي مخرق وتيجي رائع البنات. تيجي خفيف الخبز، وماشي بالضروري تكون عندكم العجانه البنات. كما تتشوفوها نتوما راه من الداخل شهده، تيجي خفيف. ونتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل ومع وصفات اخرين. وما تنساوش البنات بارطاجيو الفيديو. مع السلامه.